الزمالك وبيراميدز اللي كانوا بيتآمروا على الاهلي، الزمالك وبيراميدز كانوا بيتآمروا على الاهلي علشان يبعد عنه الصداره ويبعد عنه المركز الثاني، يعني الزمالك ياخد المركز الثاني وبيراميدز ياخد المركز الاول وينزل الاهلي تحت عشان يضيف يعني يشيل منه الست نقط. ومش لا ما عندناش عايزين لا 6 نقط ولا 3 نقط ولا احنا الحمد لله. وبرضو ان شاء الله هنعيد الماتش. جبابره، احنا جبابره يعني. وهنعيد الماتش برضه، هنعيد ماتش الزمالك ان شاء الله وهنكسب الزمالك. فمع مش يعني الحمد لله ولان ده حق الاهلي. الاهلي ماشي اتاخر القرار، كان المفروض القرار يطلع قبلها بيوم علشان يبقى في مشاورات ومداولات ويبقى في مساحه زمنيه، وكمان الجمهور ما كانش يروح الاستاد ويتبهدل. لكن الحمد لله الاهلي رجع التذاكر للجمهور، والجمهور قعد فتره، والاهلي الحمد لله اثبت ان هو عنده حق، بالدليل ان كل اسبوع القرار يتاجل. ان شاء الله انا متوقع بالكتير قوي اقل الاضرار هيتخصم من الاهلي 3 نقط بس، لكن ان شاء الله المباراه هتتعاد باذن الله ان شاء الله، وحق الاهلي هيرجع له، حق الاهلي هيرجع له.